مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الككلي. شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الاثنين حالة من التوتر وسط مخاوف من تحشيد عسكري وعودة مظاهر الانفلات، فيما كشف مصدر أمني عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدال غني الككلي المعروف بغنيوة الككلي. ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مساء الاثنين جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وذلك حفاظا على سلامتهم دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وفي الأثناء أكد مصدر أمني لموقع بوابة الوسط مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدال غني الككلي المعروف بغنيوة بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء اليوم الاثنين. وأشار المصدر إلى أنه لا يعرف سبب وجوده هناك، وما إن كان جرى استدراجه أم كان في لقاء وفق تعبيره.